بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الافاضل اينما كنتم مرحبا بكم، اهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضراتكم مباشره من ملعب مينيراو بمدينه بيلو اوريزونتي في الارجنتين، وسط اجواء جزائريه محضه. لو استمعتم الى الجماهير الجزائريه وهي تهتف بالنشيد الوطني في مدرجات ملعب مينيراو، كم كانت رائعه في 10 مباراه للجزائر في تاريخ مشاركاتها في نهائيات كاس العالم. هي محرز يتوقف الخطير ومحرز، اول كره من رياض محرز من امام العملاق بومبيتن، كان وحده طبعا. هي الكره يرجع لبن طالب، هايله لفوز غلام من طرف الجميل، كره ممتازه من طرف غلام، ضربها ثانيه غلام، لم يقل شيئا بيتل. مرة أخرى رئيس الملح يخرجها ركنية ثانية، أكسل فيتيل في خطأ كل حكم ضد محرز، في خطأ كل حكم المباراة ضد رياض محرز نادي توتنهام في تنفيذ هذه المخالفة. يا محرز أين أنت؟ يجب أن تقطع الطريق يا محرز. زيد سدد بهذه يا ناصر يا شادي، في كل مرة كل ما تكون عندك الكرة مفتوحة في الطريق سدد بهذا الشكل، الكرة بعيدة تماما. مرحبا بكم مجددا مشاهدي الافاضل، اهلا وسهلا الى ملعب مينيراو بمدينه بيلو اوريزونتي، ومجريات الشوط الثاني من مباراه الجزائر بلجيكا مع اول تغيير في التشكيله البلجيكيه مع دخول دريس ميرتنز. حذري من كومباني وبومبيتن. يا ريس، يا ريس، فيتال في القائمه الثانيه هو اللي ضرب الكره بالراس، او ضربت فيه الكره بالراس. كان مجاني في هذه الركنية من قايدر، القائد الثاني هلال العربي السوداني. فراسك هذه يا العربي، لا فراسك هذه يا هلال وليس برجلك. اي نعم تبعت الخطا الان من سفيان قبول، يصد هذه الكرة، رجعت لجبريل. جبريل حذاري من ايدن، حذاري من ايدن وحده، حذاري من ايدن، وفي اللاين جول، في اللاين جول، في اللاين جول على الرمادي بالراس، في اللاين يعدل النتيجة عند الدقيقة 70 لمنتخب بلجيكا. ابراهيم مهدي، يا مهدي تتأخر، راح الخطير، راح الديناصور، جول ثاني من ميرتنز، جول ثاني من ميرتنز في العشر دقائق الأخيرة من عمر المباراة بشق الأنفس منتخب بلجيكا. شوف عندما تخطأ، شوف من هجمة معاكسة واحدة، الكرة اللي شفناها الآن دليل على أنه المنتخب الجزائري لو افتح اللعب منذ بداية المباراة الراس هنا من قبل فيلايني، ديفوغوريجي خطير، مجيد بوغورا من أمام فيلايني. بلجيكا على الجزائر بجدارة.